صباح الفل والسعادة على كل اخواتي واصحابي وخاصة اخواتي الزملكاوية. دلوقتي عندنا مباراة يوم السبت ان شاء الله مع النادي الاهلي، ودي هتبقى اخر فرصة للعيبة نادي الزمالك. انا في اشاعة كنت سمعتها ان في لعيبة من نادي الزمالك هتروح اعارة. طبعا دي اشاعة مش مؤكدة وكلام كده في الفاضي، بس انا اتمنى ان هي تبقى صح. عارف ليه؟ لان اللعيبه دي عمرها ما هترجع لسابق عهدها وهتلعب بالروح القتاليه اللي كانت عليها الموسم اللي فات. اللعيبه جابت 2 دوري وجابت كاس، افتكرت ان الدنيا خلاص انتهت. لعيبه حست بنفسها، لعيبه ما عندهاش مسؤوليه، بدليل ضربه الجزاء اللي شاطها زيزو. انا سامع كده اشاعه ان عبد الله جمعه وابو الفتوح وعمرو السيسي وكام لعيب كده طلع اشاعه ان هم رايحين الاسماعيلي. عارف انا نفسي دي ما تكونش اشاعه وتكون حقيقه. ازاي هتفضل فرقه؟ هفضل فرقه، عشان الفرقه دي صدقني والله العظيم هتحرق دمك بالأونطة. انا عايز اللعيبه دي تقلع تيشيرت نادي الزمالك وتلبس اي تيشيرت تاني عشان تعرف فرق قيمتها وهي لابسه تيشيرت نادي الزمالك. عايزهم يبصوا على باسم مرسي، فينه دلوقتي؟ بص على ابو جبل، فين ابو جبل دلوقتي؟ اللي بيعمل لك قيمه هو تيشيرت نادي الزمالك، واتمنى ان الفيديو ده يوصل للعيبه. اقسم بالله انت من غير تيشيرت الزمالك مالكش قيمه. اللي بيعمل لك قيمه تيشيرت نادي الزمالك، لان نادي الزمالك فريق كبير وراه جمهور عظيم. واحنا مش فارقه معانا كتير، احنا دعمنا عمرو الصفتي ودعمنا وجيه عبد العظيم وعاشور الادهم وقطه وبطه وحطه وشطه. اي حد بيلبس تيشيرت نادي الزمالك دايما جمهور نادي الزمالك بيكون في ظهره. اخر فرصه للعيبه نادي الزمالك تثبت لجمهورها ان هي على العهد مع الجمهور هو ماتش يوم السبت. بعد يوم السبت مالكش عندنا اي دعم، بالعكس هنبدأ ان احنا نهاجمك ونسمعك كلام بغنى ان انت تسمع عنه. لعيبة لازم تفوق، لعيبة لازم تحس بالجمهور، لعيبة لازم تكون على قد المسؤولية تيشيرت نادي الزمالك.